خاصها كنتغدى كل شويه. ما دوكم يضحك ما يكلمش فينيش باش بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللتم أهلا ودمتم سهلا حضورنا الغفير وجمهورنا الكريم. وها قد اجتمعنا اليوم نحن وإياكم هنا في المسرح الجهوي لنبارك هذه الذكرى العظيمة، الذكرى 62 لعيد الاستقلال الجزائري، ونستحضر بفخر تفاني الشهداء وعطاء الأجداد، ونشد معا أناشيد الوفاء، ونرفع شارة الوطن فوق القمم بكل عزم وكبرياء. وقبل أن نبدأ احتفالنا أدعو إلى المنصة رئيس جمعية شعلة المستقبل تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتعازينا الخاصة نترحم على روح الفقيد السيد شنوف عبد الوهاب، رئيس خشبة سابق للمسرح الجهوي سكيكدا، تغمده الله واسكنه فسيح جناته. راح نوقفوا كامل الجماعة دقيقة صمت ترحم على روح الفقيد. رايحين يبداو. والآن ندعو إلى المنصة الشاعر الكبير الذي شرف الجزائر ومثلها أحسن تمثيل وسكيكدا بصفة خاصة ليلقي قصيدته. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بضيوفنا الكرام. يوم 5 جويلية 62 نفرح ونزيد ونقول لهم عيد، نفرح ونزيد ونقول لهم عيد. الله يرحمك يا شهيد في عيد الحرية، مجاهد راكب الجواد وقرص على السناب، عيط على الجهاد في سبيل الحرية، مجاهد صنديق قلبه راح حديد، مد العهد راح يفيد هو مفدي زكريا. نبكي ونزيد على زربنا على بوبو العيد، نحييك يا شهيد يوم 5 جويلية.
في عام 54 نوفمبر النار ولدت الجمار، حرقونا وذبحونا طفلنا الصغار، كيف نشعر كيف نعبر الجهاد الله أكبر الله أكبر. نحكي بالشي اللي صار اللي عملوا فينا الكفار، ضربونا بالطيارة وزادونا بالنشار، عملوا فينا دمار شي بلاد عبار، ما تقدر تعرف الليل مع النهار. وفكر في اللي فات وتقول اللي مات، حتى اللي جات والجزائر بكم بدات، 7 سنين نار علينا عدات، واليوم الحريه راهي جات نخلط الدار اللي فات، في بلادي نعمل معجزات، نبني ونعلي فيها سكنات، نفتح فيها كليات، بن باديس خلف كتابات للشباب تقرا على اللي فات، اذكر لي البارح مات حير العالم بالكلمات وخرج الشعوب من الظلمات، هذا بلادنا به زاد قوات، واليوم طلع النهار والصم شدوات، يا ربي يا ربي علينا في الدرجات، حتى من القلوب تصفات، وشبابنا فهمت وقرات، وارضنا بالدم تسقات، ومليون الشهداء ضحات، ها اللي كم بقات. والسمع والسنتورية نحكي لكم ما صار، في عيد الحرية بان الانتصار، خرجت الشعوب قوية منها شبان صغار، النسوان بعلامات الرمزية يعيطوا يحيى الثوار، اليوم أرضي رجعت ليا وإحنا فيها أحرار، خدموا الوطن بالنية ونوريو التعبار، جزائر حرة عربية وناسها من بكري أحرار، الله يرحم الشهداء العزيز عليا اللي ضربوا عليها بالنار وغمضوا عينيهم عليها وما شافوش ولاد الصغار، اطلع يعلم الحريه اطلع يعلم الحريه ورفرف الجهر، وفكر في اللي فات حتى اللي جات والجزائر بكم بدات، روح لسكيندا وتفرج في 20 أوت 3 تعجب، دبوزه وخنجر ما فيه تكذب، عسكر قويه غير في الروح تعذب، يوم 55 الشعب استنتج، تكونت رجال تدرب، عملوا مخطط مصاوب، داروا في استعمار العجايب، قامت فرنسا تذبح وتسلخ وفي التراب تقلب، والابريه في السجون تتعذب، والموت قويه عددها لا تحسب. هذا شكرا تبارك الله فيكم، مرحبا بكم جميعا ومرحبا بضيوفنا الكرام. Baba.
هادو الناس اللي ماشي بالصلاة صب الدخان ما تنساش الدخان في ديننا حرام تفضل تكيف ولا مش برا انا اول حاجه نديرها للنحو حنا بالفيديو تديروا واحد الليل وين نشوف ايه عيبه وحده ويا صاحبي يا ودي من بكري انا فاهم فيه قال لي نحرك فاهم فيه بالحريه وتدير بالك تروح لله تكبر عندك ما فهمتش عندك مخ ولا حمار اللي في دماغك يا حمار اللي في دماغك نحرك هيا خوتي خليك هيا روح بالك يا هيا طلع من واحد انت اللي شاطر عم تقول ايش الموضوع هنا بدي تحرك كيف بدي نحرك هذا انت كما تعيش الا بني مستقبل انت ما حيشوفها من ديك المره وين فاهم فيك الحركه انا راح ندير لك هذا او تحرك او قول امشي معنا وروح معك في الصف وقول له تحرك وروح استعد الوظيفه تاع الماديه طب لا ريحت خلاص مش تحرك على باليش مينيموم المينيموم تقريبا 40 مليون لا خلوها نحسبها ديما وعلى هذيك 40 مليون مرش فيها في ثلاثه باش ندير فيها انت باقي الخارج كان بزاف عفايس خريطه ندير فيها 40 مليون ولا تحل حانوت صغير ولا قهوه كيما هذه وتستثمر فيها وتدخل فيها دراهم يلاه تبان ليا تخبرتي هكذا راح تبقى على شرنا ما ندير والو قولوا حركتي زيد روح ما بعيد وحركتي ورحتي وين راح تروح؟ نخرج من افريقيا تخرج من افريقيا راح تروح عند الاوروب والاوروب شكون؟ هو دول الاستعمار القديم اللي على باليش هما اللي قتلوا جدودنا على بالي كما على باليش بصح الله غالب انا ما قدرتش نعيش له نعرف لونا ما قدرناش نديروا مشاريع نعيشوا فيها راني معاك عرقله كاينه كما يعرفوها البيروقراطيه على بالنا راهي البيروقراطيه كاينه في كل بلاصه بصح حنا لازم نحاربوها كيفاه راح نحاربوها؟ عندي طريقه باش نحارب فيها عايش ولا ما نعيش انا في البلاد هذه باش نخليها هي تاخذ كاين على سبحان مع خالد تعال بصح لا في بلادنا هذه مع انه الصعوبات اللي كاينه نقدروا نديروا يد في اليد وندوروا البلاد باش ندير يد في اليد
وعلى بيها. انا واش قعدنا على الفنانين هاي، انا درت نتغير وانت كيتغير، لباس جسمنا كيتغير، اش راح يصرى؟ راح تبدل الذهنيات والافكار تاعنا، وكيتغيروا الافكار والذهنيات تاعنا، اش راح يصرى؟ يصرى تأثير. كابور نقدر نفهم شويه من بس يبقى كاين خطا شويه بس هاي الهضره مليحه اللي قالها استفاده. الله يبقى لك الوقت باش دير اليد في اليد وتحارب وتوصل للنتيجه. صح، انا ما راحش نتكلوا على البرنامج باش يطلع عليك. هي انا هضرت في الحقيقه عندي خالد انت ما باش نقنعك. انت كون جيت بهذه الفكره تاعك ما كناش راح نتخلصوا من الاستعمار الفرنسي اللي خاصه بالاراضي تاعنا 132 سنه هما في الاراضي تاعنا. صح بدنا نخرجوهم بالاتحاد، بدنا تيارات، بدنا احزاب، وخرجنا هذا الاستعمار البغي، بدينا استقلالنا ولينا جزائر مستقله. زيد نقنعك بواحد الحاجه، ما تنساش بلي هذه البلاد راهي بلاد اسلاميه. نحكي لك بخصوص الدين، ربي سبحانه يقول في كتابه الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كنت دير ما نقدرش نحكي معاك، ما نمشي في حقك، دير ما نتناقشوش فيه، يعني الكلمه اللي هي الحق بالدين. لا نحكي ما تفهمنا نديروا لي البلاد حاجه هكا ونبديو جزائر جديده. عيد الاستقلال للشباب تاع الجزائر في 30 سنه الاستقلال ونوليو ديمقراطيه في السنه ارسم يا رسام النجم والهلال، ارسم يا رسام النجم والهلال، واضرب الامثال للشعب اللي ما زال. ارسم لي الربيع انوار ومهبال، اروي حكايات جيل يخلف جيل. حزني ونبكي عليك يا فلسطين، وينك يا صلاح الدين؟ البارح البحر سموج وفات عنوناه، حتى نضرب له خمج ونحط خمجت معاه. بابور مدرج بقدرة الله، الزمان تعوج العباد جهلت معاه. كاين الناس اللي تفرجوا وكاين اللي بكات معاه. حزني ونبكي عليك يا فلسطين. على الوطن نغير وما نرضاش نعار، مهما طال الحال ما نرضاش الذل. انا جزائري من وطن الثوار، اصلي عربي عمري ما نتبدل. ما يغويني مال ما يغويني تفخار، احلف والزم شرفنا مازال. عشنا في الصحراء من بكري احرار، من عهد الامير عليه السيف نسل. سود التاريخ يحكي لك ما صار، ثورة الابطال في الوطن الكل. احنا مسلمين من بكري احرار، سلهت الزمان كاتب ومسجل. واللي باغي يجرب تمسو منا نار، حتى من الصبيان في وجهه تدفل. واحنا اهل الخير وجدودنا خيار، واحنا اهل الحق لا للبطل. بلادي رفديك واحنا اهل الدار، وعليك يا بلادي عيني ما تغفل. ونحميك يا بلادي من قلب المشرار، عمره ما الملك خير راه عليك معول. هذاك طبعو ديب وصفو غدار، ولازم له صياد بسيفو قاتل. مهار مدرب يعرفو اثار، ويفرحوا بجهار واش قاعد يعمل. ونسقي في بلادي الارض والاشجار، وبدمي نسقيها وعمري لا نبخل. ما يخوفني لوم من الكفار، ما يخوفني موت عمري ما نتوسل. من غير الله سبحانه جبار، العبد
وحيد بقول نعمل ما نسلم في وطني ديما ليا جار حتى وصل الله في الدنيا لا تغفل البول والنون وأهلي في المصنار ونختمها بالبسمية عاقل عبد الوهاب كاتب هذا الاشعار اذا عطاك كلام موزون ومفصل يا فهم الكلام فيه معنات كبار العقل والميزان صلى وعمل والصلاه والسلام على النبي المختار والصلاه والسلام على النبي المختار. شكرا تبارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى عرض مسرحي من أداء فرقة لؤلؤة الشرق في عمان فلسطين الحرة تضامنا مع فلسطين الحبيبة أرض العزة والكرامة نفديك بالروح يا فلسطين. أتسألني من أنا؟ أنا من أطار على ضوء الكون، أنا من أنكر الاحتلال وطار ضد اليهودية، فعصب العين أسير، ومكبل اليدين سجين. أحلامي ضاعت بسبب الصهاينة، نفسي طويل وصبري جميل، لأني فلسطيني أنجبته فلسطينية. أماه لا تبكي ولا تحزني، فالحمد لله الذي مدنا وحثنا على القتال من أجل أرضنا ومقدساتنا، وأدخلنا عليهم الباب فغلبنا وسددنا رمينا وكبت عدونا، فإما أنا أو ابن اليهودية. يا فلسطين أوقفوا الطغيان يا من أشعلتم الحرب والعدوان بوحشية قتلتم الشعوب والبلدان داهمتم الديار وفجرتموها فوق أشلاء النساء. كم من ولد كم من بنت كم من شيخ استغاثوا ألقمتموهم مسدسا. بادرتم أنتم وحكومتكم الفاشية حتى المطالبة بسحق وتهجير شعب وتدنيس مقدساته علنا وقتله ببطء في غزة والضفة والقدس. وبات قادتكم بجبن يتلذذون في تعذيب أسرانا وقتلهم من دون ذرة إنسانية ولا رحمة كالوحوش ورمينا بغاز مسيل للدموع. لن نراعي فعين الله راسخة ترعى. ورغم هذا يا إسرائيل سنبقى نقاوم إلى حد آخر قطرة دم في عروقنا. لن نرضى عارا جديدا لفلسطين السليبة. لن نرضى أن يداس المسجد الأقصى وأرضنا الحبيبة. كالسيل نقتحم الجحيم كتيبة تلو الكتيبة من المحيط إلى الخليج ودماؤنا قمم رهيبة. أرواحنا إن لم نعش للنصر ندفعها ضريبة ضريبة. فليست إلا لنا. لام لأنها خلقت لنا. سين ستبقى وستعود لنا. طام طبعت على قلوبنا. يا خط من شم هواها. نون
لقد ماتوا جميعا. تظن انك ستخلف عبثا تحاول. انا الفلسطيني المسلم القلب العربي اقسم انني ساجاهد بنفسي من اجل استرجاع ارض الحقوق. فهذه الصرخه التي دوت سمع الزمن وملأوا في قوة الله بصر الدنيا لتحرير كل الشعوب والأمم المستعمرة. وكيف للاحتلال ناسيا عنصريا أن يكون قدر شعبنا وأن يصبح كائن أكثر بشاعة. أعلنت طوفان على العدو وأسميته طوفان الأقصى، وإنه ليس جهاد النصرة أو استشهاد. أنا التي وقفت أمام الأعداء والناس ينظرون كالجبناء. أنا مجرد طفلة صغيرة والحزن أصفر عيناها. إلى متى؟ وكيف السبيل إلى التقدير؟ ونحن كل يوم في فراق والأذن الصماء. منهم ألم تسمعوا صرختي؟ أغيثوني أغيثوني. كل العصافير غفرت مدينتكم. ورغبت على الابتعاد والترحال. دروبي أصبحت مفرشة وجدراني أصبحت حزينة. كل يوم أرى شعبي يعيش الآن. أنا خائفة جدا، لكن عليك أبدا سواصل المقاومة. ايدينا وحدي يا ستي والله ايدينا وحدي. ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم. قلبي والله ما
وردي. بأي حق سلبوا أرضك وقتلوا أهلك؟ بأي حق عذبوا أبرياء مساكين لا ذنب لهم في اضطراباتكم السياسية، خارقون في دمائهم بين جدران بيوتهم الأصلية، يستنشدونك المنسية. هيا يا فلسطين، عدو في جبان لقيه درسا بابتدائية، فلا قيمة له بدون المداعمات الدولية. أصحاب القلوب الحجرية من باعوا مبادئهم الأصلية وبقسوة ركزوا على القضية الفلسطينية. هيا يا فلسطين، خلاصة القول لك يا إسرائيل، يا بلد الاستعمار، يا ولن نتوقف وسنستمر بنفس الحماس وبنفس الإرادة إلى أن تتحرر الأراضي الفلسطينية. تحيا فلسطين. لن تكتمل فرحة الجزائر إلا بتحرر فلسطين. تحية حارة للفرقة على هذا الأداء. والآن نترككم مع قصيدة أخرى للشيخ مناب عبد الوهاب تحت تصفيقاتكم. على فلسطين ديما قل لك افرح وزيد بشر الخير، هذا يوم سعيد تجي قبل البشرى، هذه بلادك هذا وطنك، اتكلم مع فاصلتك. ما اسمك رسام يا زين المكتوب، لحية والحشمة والمرضى على الخدود، حزني ونبكي عليك يا فلسطين. ما اسمك رسام يا زين المكتوب، لحية والحشمة عندك يا فلسطين. ارسم يا رسام النجم والهلال، واضرب الامثال للشعب اللي ما زال. ارسم لي الربيع نوار ومذبال، ارسم لي الربيع نوار ومذبال، اروي لي حكايات جيل يخلف جيل. نبكي وحزن ونبكي عليك يا فلسطين، وهذيك يا صالح الدين البحر وشوف عنه ماه، حتى مضرم له خمش ونحط خمشة معاه، بابور مدرج بقدرة الله، الزمان تعوج والعباد جات معاه، كاين الناس اللي تفرج وكاين اللي بكات معاه. هذا المرض لازم يتعالج والطب يخدم دواه. هذه بلادك هذا وطنك، اتكلم من فصلتك. شعب الجزائر يحبك، وشكرا شكرا شكرا. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك